ان رجلا جاء الى الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان بن ثابت وقال له: يا امام هل رأيت ربك؟ قال الامام: سبحان ربي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الابصار ولا تحويه الاقطار ولا يؤثر فيه الليل والنهار وهو الواحد القهار. قال السائل: هل سمعت ربك؟ هل لمست ربك؟ هل احسست بربك؟ قال الامام: سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال السائل: فاذا لم تكن رأيته ولا سمعته ولا لمسته ولا احسسته فمن اين تثبت ان ربك موجود يا ابا حنيفة؟ فنظر الامام الى السائل وقال له: يا هذا هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: هل سمعت عقلك؟ قال: لا. قال: هل لمست عقلك؟ قال: لا. قال: هل احسست بعقلك؟ قال: لا. قال له الامام: أأنت عاقل ام مجنون؟ قال له: انا عاقل يا امام. قال له: فاين عقلك؟ قال له: موجود. قال الامام: كذلك الله جل جلاله موجود. آمن به المؤمن ولم ير ذاته وجحده الجاحد، ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله.